مشيت غادي سائح لفرنسا معول. دخلت المتحف نتاع الجماجم. من بعد ما تلاقيت مع جمجم اللي فطرت في السطر الفوقاني. قلت لها يا الجمجومة انا جيت نسالك، بصح انتي تردي عليا وجابي. قلت لها طلبتك بالله الكبير. قلت له واش فرنسا هي وطنك؟ قلت له ولا نتايا غير جابوك المتحف براني؟ قلت له يا راس بنادم لله كلمني. سبحان الله الجمجومة هدرت معايا بجوابها وتكلم. قال لي انا يا مغربي من الصحراء من تين دوفت. قلت له كيف صرالك حتى وصلت للمتحف الفرنسي؟ رد علي حتى بكاني وجميع اللي فيه الوطنية والغيرة على بلاده وخوته مع هاد القصة يبكي. قال لي من بعد ما فرحنا بالاستقلال وهزينا العالم الأحمر يرفرف، قال لي احنا العائلات قاع فرحنا. قال لي في النهار فرحنا، قال لي في الليل جاو هاجمين علينا وهزونا. قال لي دوبونا بواحد المادة وسميتها السودة. قال لي كيدوب اللحم ويبقوا غير عظام. قال لي استفونا عظام. وقال لي هزونا في الشاحنات. قال لي العسكر الكراغيل هزونا وباعونا لفرنسا. قال لي باعونا على جام. قالوا لفرنسا هادو العصابات اللي كانوا ضدكم ويحاربوا فيكم، غير باش تعرفوا قصة مغاربة، غير باش تعرفوا قصة الجماجين اللي في فرنسا راهم مغاربة. قرأت تاريخ ورد عليا يابا، انت الاب الكبير وعندك شوفة بعيدة وطويلة ومتقادة. عندك شوفة بعيدة وطويلة ومتقادة. بصح يابا اللي ما جا اليوم يجي غدوة. بصح يابا اللي ما جا اليوم يجي غدوة. احنا وليداتك وحنا معاك وليام نتساعد.